والشهداء لهم صفات كثيرة، غير أني أريد أن أركز على صفتين اثنتين، وهما القوة والانتصار. فالشهداء انتصروا على كل التهديدات التي وجهت إليهم، وانتصروا على كل العذابات العجيبة التي قد تفوق احتمال البشر، وانتصروا على الإغراءات التي تريد أن تثنيهم عن الرب، وانتصروا على الموت. بل الموت كان أخف شيء بالنسبة للشهداء، لأن الموت كان أخف من التعذيب المر الصعب. يعني زي ما قلت مرة قبل كده، الإنسان اللي كان عنده واسطة كانوا يقطعوا راسه بالسيف علشان ينتهي من العذاب، أو اللي يزهقوا منه، أو اللي تكثر المعجزات أثناء تعذيبه فيرى الحكام أنه من الأفيد التخلص منه. فهم كانوا أقوياء، لذلك استطاعوا أن ينتصروا، وأعطونا مثالا أو درسا في القوة والنصرة. مفروض في الإنسان المسيحي أن يكون قويا ومنتصرا. والسيد المسيح في سفر الرؤيا في الرسائل إلى الكنائس السبع التي في آسيا، في كل رسالة أعطى وعدا للغالبين الذين انتصروا. الوعود كثيرة، ممكن أنكم تقرؤوها في سفر الرؤيا صح 2 وصح 3. لكن لعل من الأمثلة العجيبة من هذه الوعود قول السيد المسيح: الذي يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع الآب في عرشي. حاجة عجيبة. من يغلب، وتكررت عبارة من يغلب. والإنسان الروحي يعيش في جو فيه محاربات من جهة المادة ومن جهة العالم ومن جهة الشيطان، وعليه أن يحارب وينتصر ويغلب ويستحق الأكاليل. وكما يقول الآباء: لا يكلل إلا الذي انتصر. السيد المسيح كان مثالا في القوة وفي الانتصار. انتصر في التجربة على الجبل، وانتصر في الحوار مع الكتبة والفريسيين والصدوقيين والناموسيين ورؤساء الشعب. وانتصر في كلامه وفي صمته. انتصر في حياته على الأرض في تجسده، وانتصر على الصليب، وانتصر في المحاكمات التي حوكم بها. انتصر على العالم وانتصر على الموت، فداس الموت بموته وداس الموت بقيامته.
انتصر وهو يقودنا أيضا في موكب نصرته. ويعطينا القوة لكي ننتصر نحن أيضا. الإنسان الذي لا ينتصر لا يكون روحيا بالحقيقة ولا مسيحيا بالحقيقة. في كلمة لطيفة سئل بها القديس أغسطينوس. واحد قال للقديس أغسطينوس، قال له: أنا أشتهي أن أكون شهيدا وعصر الاستشهاد قد مضى، فأعمل إيه في هذه الشهوة التي عندي؟ فقال له القديس أغسطينوس إن الإنسان الذي له نفسية الشهيد يحسب مع الشهداء. يعني له نفسية الشهيد؟ الشهيد لا يخاف شيئا على الإطلاق ولا يشتهي شيئا على الإطلاق. الدنيا بالنسبة له انتهت، والشهيد يشتاق إلى العالم الآخر ويشتاق أن يكون مع المسيح، فذاك أفضل جدا. نفس القديس أغسطينوس قال هذه العبارة، قال: جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي أني لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا. الإنسان اللي بيشتهي شيء يخاف أن شهوته لا تتحقق، وإن نال شهوته يخاف أنها تضيع منه. لكن الشهيد ما كان يشتهي شيئا في العالم. يعني اللي تقدموا للاستشهاد كانوا قد انتصروا على العالم تماما. مات العالم في قلوبهم قبل أن يموتوا هم وهم في العالم. العالم ده انتهى. دي نفسية الشهيد. وطبعا الشهيد في نفسيته الشجاعة والقوة، والأمثلة الكثيرة عن مقابلة الشهداء للحكام كانت في منتهى العجب. لعل من أمثلتها آبا فام الجندي حينما زار أريانوس والي أنصنة بلدتهم وقابله وقال له: السلام لك يا آبا فام. فرد عليه قائلا: لا سلام، قال الرب للأشرار. انت راجل وثني وبعيد عن ربنا، فلا يمكن أن يكون لك سلام. هو قال الكلام ده عشان يستشهد، كان يقدر يقول كلام تاني، لكن كانت له الشجاعة العجيبة. فالشهيد انتصر على العالم، وكان قويا وكان شجاعا وكان لا يهاب الموت وكان يشتهي الحياة الأبدية إلى آخره. والشهيد شخص قوي، والقوة بتيجي من ربنا، والقوة بتيجي من صلته بربنا. يعني احنا ممكن نقول ان ربنا قادر على كل شيء، ودي صفة من صفات الله. كل شيء عند الله مستطاع. لكن العجيبة آية موجودة في إنجيل مرقس 9:23 بيقول فيها ربنا يسوع المسيح: كل شيء مستطاع للمؤمن.
طب كل شيء مستطاع عند الله، ده أمر معقول، لكن كل شيء مستطاع للمؤمن دي حاجة عجيبة. ولهذا بولس الرسول قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، في فيليبي 4. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ففي المسيح ممكن الإنسان ينتصر زي ما قال يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، وممكن بالإيمان يستطيع الإنسان كل شيء زي ما قال المسيح. احنا على الأرض بنجاهد ويسمونا الكنيسة المجاهدة، ولكن لما نطلع فوق عند ربنا يسمونا الكنيسة يسمونا الكنيسة المنتصرة، لأن ما يقدرش حد يطلع لفوق إلا الذي انتصر. وإحنا بنعيش في العالم والملائكة القديسون يراقبون جهادنا ويفرحون بخاطئ واحد يتوب، يراقبون جهادنا ويصلون من أجلنا لكي ننتصر. فلا يظن الشخص إنه لوحده بيجاهد وبينتصر، لا، فيه ملائكة بيصلوا من أجله، وفيه قديسين بيصلوا من أجله، وفيه قوة بتمنح له، قوة إلهية. حتى لو وقع، الوقوع ليس هو الهزيمة، لأن جايز وقع في دورة من دورات الحرب، في معركة، وزي ما بيقول الكتاب لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. وبيقول الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. المهم إن هو يجاهد. حتى العسكري اللي بيحارب وبيصاب وبينجرح وبتقطع بعض أعضائه، المهم إن هو يكمل جهاده في الحرب ولا يسلم سلاحه، ويعتبر بطلا على الرغم من جروحه. لازم الواحد ينتصر بأنه يحارب حروب الرب وينتصر. يعني أنا مش قصدي أقول لكم إن الواحد في العالم يكون بالشكل ده، لكن يحارب حروب الرب وينتصر. الشهداء كانوا منتصرين وكانوا أقوياء، ولا بد أن الشخص المسيحي يكون قويا، وإن لم يكن قويا لا يكون مسيحيا. ليه بقى؟ لأن المسيحي مخلوق على صورة الله ومثاله، والله قوي، إذن لابد أن يكون هو أيضا أقوياء. والذين يحيطون بالله أقوياء أيضا. فقيل على الملائكة في مزمور 103 سبحوا الله يا ملائكته المقتدرين قوة. فالملائكة أقوياء، والقديسون أيضا أقوياء. المسيح أيضا كان قويا على الرغم من وداعته واتضاعه. بيقول تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب، ولكن على الرغم من وداعته واتضاعه كان قويا. مجرد منظره كده له قوة. أيضا موسى النبي كان قويا أمام فرعون، ومع ذلك قيل عن موسى في سفر العدد 12:3 وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض.
كان وديعا إلى أبعد حدود الوداع، ولكنه مع ذلك كان قويا. الإنسان الروحي يكون قويا في الروح لأنه هيكل الله وروح الله يحل فيه. والمسيح بيقول: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهود. كونوا أقوياء. وبيقول: تلبسون قوة من الأعالي، فهي قوة من الله وليس من ذات الإنسان. والرسل أيضا قيل عنهم إنهم أقوياء، قيل وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة المسيح، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. كانوا أقوياء. بطرس الرسول كان قويا حينما قال: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. بولس الرسول كان قويا حينما وقف أمام الوالي أغرباس وقال له، تكلم عن الدينونة والتعفف، فارتعد الوالي لما سمع كلامه. تصوروا الوالي اللي ممكن يحكم عليه في السجن يرتعد أمامه. أمام إيه؟ أمام قوة الكلمة الخارجة من فمه. الإنسان الروحي قوي حتى في كلمته. كلمته تخرج بقوة، لأن كلمة الله لا ترجع فارغة، وكلمة الله قوية وفعالة ومثل سيف ذي حدين. كن قوي. أنا أخشى أن سماع الناس كثيرا عن الوداع والاتضاع يفقدهم قوتهم كأولاد الله. الكنيسة كانت قوية جدا، قوية حينما وقفت ضد الوثنية وانتصرت عليه، وقوية حينما وقفت أمام الاضطهاد الروماني وانتصرت عليه، وقوية حينما قال لها الله في سفر النشيد: شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. وحينما قال عنها إنها مرهبة كجيش بألوية. ألوية جمع لواء، واللواء مجموعة كتائب، والكتائب مجموعة سرايا، والسرايا مجموعة فصائل، حاجة كبيرة. مرهبة كجيش بألوية. الكنيسة لم تكن في يوم من الأيام ضعيفة، وإنما كانت قوية، وكانت لها قوة من فوق، قوة من الله ذاته. كما يقول داود في المزمور: قوتي وتسبحتي هي الرب وقد صار لي خلاصا. واحنا بنكرر العبارة دي كتير في الجمعة الكبيرة وفي أسبوع الآلام. قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. وكتير خالص من أولاد الله كانت لهم هذه القوة العجيبة. قوة واحد زي يوحنا المعمدان اللي وقف أمام هيرودس الملك وقال له: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك زوجة. اترمى في السجن ما يهمش، اتقطعت راسه ما يهمش، لكن المهم أنه كان قويا في الشهادة لوصايا الله. زي ما قال داود:
تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخزى. داود كان أيضا قويا، مع أنه قيل عنه أنه كان أشقر مع حلاوة في العينين، يعني شاب صغير كده ولد حلو أشقر مع حلاوة في العينين. لكن لما قدموه لشاول الملك قالوا له وهو جبار البأس ويحسن الضرب على العود. جبار بأس ويحسن الضرب على العود، ولذلك استطاع أن ينتصر على جولياث الجبار. انتصر بقوة الرب التي فيه، انتصر بقوة الرب التي فيه. عشان كده قال له اليوم يحبسك الرب في يدي. تصوروا لما الولد الفتى الصغير ده لما يقول له جولياث الجبار يحبسك الرب في يدي، تبقى ايده ايه دي اللي تمسك الجبار تحبسه فيه؟ يده هي يد الله العاملة فيه. عشان كده قال له يحبسك الرب في يدي. عشان الإنسان يكون قوي لابد أن يكون قويا في الداخل قبل أن يكون قويا في الخارج. قوته الداخلية هي التي تستطيع أن تعطيه قوة في الخارج. تصوروا مثلا لما الملاك يظهر لجدعون في سفر القضاء إصحاح 6 ويقول له السلام لك يا جبار البأس. الملاك بيقول له انت جبار بأس، حاجة مش معقولة. الإنسان القوي لا يخاف إطلاقا، ما يعرفش الخوف. ليه؟ لأن قوة الله التي فيه تجعله قوي في قلبه، ما يخافش. يعني الشعب كان واقف قصاد البحر الأحمر خايف، لكن موسى النبي الذي لا يخاف قال للشعب لا تخافوا، الرب يحارب عنكم وأنتم تصمتون. الرب يحارب عنكم وأنتم تصمتون. عشان كده أولاد الله ما بيخافوش. جحزي كان خايف لما جنود العدو كانت تحيط بمدينة السامرة، وبعدين بصله إليشع النبي اللي ما كانش بيخاف وقال يا رب افتح عيني الغلام ليرى أن الذين معنا أكثر من الذين علينا. وفتح الرب عيني الغلام فرأى جنود الرب محيطة بالمدينة. افتح يا رب عيني الغلام، لأن في ناس كتير حينما يقعون في تجارب أو في حروب أو منازعات يخافوا لأن عيونهم لا تبصر الذين معنا أكثر من الذين علينا. عشان كده كل واحد خواف نقول عنه افتح يا رب عيني الغلام ليرى. ربنا قال بولس الرسول لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. وربنا قال لأرميا الطفل
اللي قال له لا أعرف أن أتكلم لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. قال له لا تخف، أنا سأجعلك مدينة من حديد، أسوار من حديد، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. فالإنسان اللي يشعر بأن قوة ربنا معاه ما يخافش، يحارب حروب الرب بقوة ولا يخاف. يتشبه بالمسيح الذي قيل عنه في المزمور لبس القوة وتمنطق بها، اللي قيل عنه في المزمور تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار، استله وانجح واملك. وبنقول عنه غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا. وكما غلب يعطينا الغلب أيضا من عنده، لأنه هو يغلب العالم فينا، مش بس غلب العالم بشخصه، وفي قلب كل مؤمن بيغلب العالم. فلازم أولاد الله يكونوا مؤمنين بالقوة التي تعمل معهم. يعني داود لما وقف قصاد جولياث قال له أنت تأتيني بسيف ورمح، لكن أنا بأتيك بقوة رب الجنود. القوة التي نريدها لكل إنسان تكون قوة في الشخصية، يكون شخص قوي له عناصر الشخصية القوية، تكون قوة في الإيمان، الإيمان بعمل الله فيه، الإيمان بعمل الله في الكنيسة، يكون قوي من الداخل، يكون فيه قوة في الإيمان. والإيمان اللي قيل عنه إنه ممكن إنه هو يزلزل الجبال، يقول للجبل ينتقل من ها هنا إلى ها هنا فينتقل. أيضا تكون له قوة الصلاة، الصلاة التي تأتي بالاستجابة. يكون الإنسان كما قيل عن الرسل في سفر أعمال الرسل إنهم صلوا، الشعب صلى من أجلهم صلاة فتزعزع المكان من هذه الصلاة. الإنسان القوي في صلاته يستطيع أن يعمل كل شيء باستجابة الصلاة. عيبنا أننا نصلي كثيرا ولكن ليست لصلاتنا قوة. إن كانت لنا قوة في الصلاة كل شيء يسهل أمامنا تماما. مش معناها ان احنا لما تكون لنا قوة في الصلاة ربنا يمشينا على ارض مفروشة بالورود، لا ابدا، برضو ندخل من الباب الضيق وتكون لنا الحروب ممكن، لكن يعطينا الرب نوعا اخر من القوة، هو قوة الاحتمال فلا نتعب. بيقول منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يمشون ولا يعيون. الإنسان اللي عنده قوة في الصلاة عنده قوة في انتظار ربنا،
لا ييأس بسرعة إطلاقا، مش من النوع اللي ييأس. أولاد الله تكون لهم قوة الكلمة، الكلمة التي تأتي بتأثير. أولاد الله تكون عندهم القوة في الحب، والقوة في البذل، والقوة في العطاء. أكثر مرة، يعني أكثر موقف كان فيه المسيح قويا وهو على الصليب، قوته بلغت قمتها، لأنه لا يوجد حب أعظم من هذا، أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. قوته على الصليب كانت في عمقها، لدرجة أنه على الصليب أدخل اللص، أعطى للص وعدا بالفردوس، وهو على الصليب إذ لمت الشمس والأرض تزلزلت وانشق حجاب الهيكل. قوة المصلوب. عشان كده احنا في تسبحتنا في أسبوع الآلام بنقول له لك القوة والمجد والبركة يا يسوع المسيح إلهنا وملكنا. ثوك تاتي جوم نمبئون بزمون. ليك القوة، ليك القوة وانت على الصليب، القوة التي حطمت الشيطان، والقوة التي غفرت آثام الناس وخطاياهم ونجاساتهم من أقدم العصور وإلى آخر الأيام، ذلك للتائبين المؤمنين. القوة التي نريدها للمؤمن قوة ليست للعنف ولا للتهور ولا للعصبية ولا للصياح. يعني واحد يفتكر نفسه قوي لما يزعق، أبدا، ده لما يزعق تبقى أعصابه تعبانة، ما يبقاش قوي. عشان كده بنقول ده شخص نيرفس، يعني النيرف بتاعه، العصب بتاعه تعبان. فلا العصبية ولا الصياح دليل على القوة، إنما هي دليل على الضعف. القوة ليست في البطش بالآخرين، بل أعظم قوة هي في الانتصار على النفس. ولذلك قال الكتاب: مالك نفسه خير من مالك مدينة. مالك نفسه خير من مالك مدينة. هذه هي القوة التي نريدها لكل أحد لكي يكون منتصرا، والتي نريدها أيضا للكنيسة لكي تكون منتصرة. طبعا موضوع طويل ان احنا نقول كيف ينتصر الفرد وكيف تنتصر الكنيسة، لكن يعني شوية نصائح كتبها لنا بولس الرسول في الإصحاح 6 من الرسالة إلى أفسس، فقال إن الإنسان يكون له سلاح الله الكامل، يعني يحارب بسلاح الله. نكتفي بكده، اتفضل نصلي.